النهارده هنتكلم عن درس اسمه المهن في بلدنا. الشغلانات اللي عندنا في بلدنا. احنا عندنا شغلانات كتير قوي موجوده حوالينا. مثلا انا واحده من الناس بشتغل ايه؟ مدرسه او معلمه. في جنبينا تلاقيه دكتور. في بعدينا تلاقي حد بيبيع منتجات ايا كان ايه نوع المنتج اللي بيبيعه. في حد تاني بيسوق عربيه بيوصلنا بيودينا ويجيبنا. حد غيره بيبيع خضروات. حد تاني بيزرع الخضار اصلا. حد بيصطاد لنا السمك اللي احنا بناكله، وحد بيبيع السمك، وهكذا. حتى من ضمن الشغلانات هنتكلم عن العامل بتاع النظافة اللي بينظف لنا المكان اللي احنا قاعدين فيه. تمام. كل الشغلانات مدام، محدش يستغرب، كل الشغلانات مدام بالحلال واللي شغال بياكل من عرق جبينه نحترمه. النهارده هنتكلم عن شوية مهن مرتبطة ببعض. هقول بيعمل الناس في بلدنا في مهن متعددة، يعني الناس بتشتغل عندي شغلانات كتيرة جدا. ولكل مهنة دور مهم في خدمة الايه؟ الوطن. في خدمة الوطن طبعا، ما عدا العيال اللي بتطلع تترقص على التيك توك. عارفينهم؟ لا، مش اللي بينزلوا بقى شرح ولا كده زي المدرسين، ولا خدمة للناس، ولا فيديوهات مفيدة للناس. لا، اللي بيترقصوا دي مش شغلانة، ده عيال مهزأة. خلاص. انما هي شغلانة محترمة نحترمها. ماشي. قبل ما نقول واجب علينا او واجب على اي حد شغال في اي شغلانه ان هم يتعاونوا مع بعض، تعالوا نشوف الشغلانات اللي عندنا الاول، وبعد كده نشوف ايه اللي واجب علينا. تمام. بيقول لي تخيل كده ان مفيش شغلانات في بلدك. تخيل ان مفيش حد بيبيع لي اكل وشرب. تخيل ان انا ادخل اشتري حاجه من محل ما لاقيش حد يبيع. تخيل ان انا اروح اكشف عند الدكتور ما لاقيش اصلا دكتور. تخيل ان احنا نروح المدرسه ما نلاقيش مدرس. هنعرف نعيش؟ لا. يبقى اول سؤال عندي في الدرس بيقول لي ايه؟ ستكون الحياه صعبه دون المهن. لو مفيش شغلانات الحياه هتكون صعبه. بما تفسر ليه؟ لان لكل مهنه اهميتها، من اول اعلى مهنه لحد اقل مهنه. يعني ايه كلمه مهنه؟ يعني شغلانه او وظيفه. حاولوا ما نخبطش بعض. يبقى لكل مهنه ليها اهميتها. كل شغلانه في الشغلانات من اول اكبر شغلانه لحد اقل شغلانه، كل الشغلانات ليها ايه؟ اهميتها. ولكل فرد دور بيخدم بيه المجتمع بتاعه. عارفين حتى الراجل اللي بيخيط لنا مثلا هدومنا مهم ولا مش مهم؟ طب الراجل مثلا لو الشوز بتاعي اتقطع، حتى الراجل اللي بيصلح لي الجزمه بتاعتي مهم ولا مش مهم؟ اي شغلانه في البلد ما دام محترمه وما دام بالحلال تبقى مهمه، ما عدا العيال الصايع اللي واقفين على الناصيه بيبيعوا حاجات نوتي. دي مش حلال، دي مش مهمه. صح. فاحنا عندنا الشغلانات المحترمه كلها 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 اللي بتخدم الناس شغلانات مهمه. يبقى اول سؤال عندي في الدرس بيقول لي بما تفسر هتكون الحياه صعبه من غير الشغلانات، من غير المهن؟ طبعا جدا. ليه؟ لان لكل مهنه، مع بعض بقى بصوت واطي، لان لكل مهنه اهميتها ولكل فرد دور يخدم بيه المجتمع بتاعه. الامتحان هيتوزع. يلا نكمل. بتتنوع المهن في بلدنا كالتالي. عندنا شغلانات كتير في بلدنا. زي ايه؟ في شغلانات مرتبطة بالزراعة. مهن مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالأرض الزراعية. في مهن تانية مرتبطة بالصناعة والتجارة. الصناعة ناس بتاخد مواد خام تصنعها، زي القطن مثلا، أو الحديد، أو الذهب، أو أي حاجة خام يصنعوها. وبعديها ناس تانية بتاخدها تبيعها وتشتريها. طب البيع والشراء ده اسمه ايه؟ تجارة. عندي مهن مرتبطة بالخدمات، حد بيقدم لي خدمة. هو انتوا لما بتيجوا عندي هنا بتاخدوا سلعة ولا بتاخدوا خدمة؟ واحنا عارفين الكلام ده من زمان. وهاخد باقي الخدمات. عندي كمان مهن مستقبلية، يعني مهن في المستقبل، مهن لسه بتطلع جديد، او مهن موجودة بدأت تظهر، بس اللي هيهتم بيها هو اللي هيعدي. هنعرفهم النهارده. نبدأ بالمهن المرتبطة بمين؟ بالزراعة.
بيقول لك يعد قطاع الزراعه احدى الركائز الاساسيه لتقدم بلدنا. يعني الزراعه، شفت لما اجي ابني بيت كده، البيت ده ببنيه على عمدان. ينفع ابني البيت من غير عمدان؟ مش هيبقى قوي. انت عندك عمود من ضمن العمدان بتاعت الاقتصاد في مصر هي حرفه الزراعه. ايه اهميه الزراعه يا ميس؟ يعني ايه اللي مخليها عمود مهم مش هنقدر نبني بيه البيت؟ هي مش الزراعه دي اللي بتدينا الاكل والشرب، وبناخد منها كمان القطن اللي بنلبسه، والناس اللي بتزرع دي بتربي حيوانات وبتدينا اللبن واللحوم. عرفت ليه ما نقدرش نعيش، من غير اكل وشرب؟ مم. احنا الزراعه دي اقل حاجه ممكن ناكلها من الزراعه رغيف العيش اللي مصنوع من القمح اللي الفلاح كان زرعه. تبقى الزراعه اهم حاجه ولا مش اهم حاجه؟ يبقى يعد قطاع الزراعه احدى الركائز الاساسيه لتقدم بلدنا. بما تفسر ليه؟ هقول له لانه بيوفر لنا الغذاء اللي بنحتاج اليه. هاكل رز فانا اكلت من الزراعه، هاكل عيش فانا اكلت من الزراعه، هاكل خضار من الزراعه، هاكل فاكهه، بقره، جاموسه، لحمه، لبن، من الزراعه. كل ده مرتبط بالزراعه. خلاص. يبقى تاني، يعد قطاع الزراعه احدى الركائز الاساسيه لتقدم بلدنا. حاجه اساسيه عشان نقدر نقف على حيلنا كده وبلدنا تتقدم. هقول له بسبب ايه؟ لانه يوفر الغذاء الذي نحتاج اليه. تعالوا نشوف ايه الحرف او المهن المرتبطه بالزراعه. طبعا مهنه اساسيه جدا جدا جدا. مين اللي بيزرع؟ يبقى الفلاح هو اللي مرتبط بالزراعه، صح؟ هحط معاهم مهنه تانية معرفش هو رابطها بالزراعه ليه. الصيادين هنحطها معاه. طب نتكلم الاول عن الفلاحين اللي هي المهنه المرتبطه بالزراعه. الفلاح بيزرع لي ايه وايه وايه؟ ما هو لسه احنا بنقول بيدينا الغذاء، صح؟ ايه الامثله على الغذاء اللي انا ماكله؟ الرز والقمح، وكمان بيزرع اي حاجه في الارض. يبقى الفلاح هيعمل ايه؟ هيزرع الارض بالقمح او الرز والخضار والفاكهه وغيره وغيره وغيره. ايه اللي وقع؟ طب هو فين؟ لو انا اثبت حلو اشوفه شغال ولا لا بقى، ان شاء الله يكون شغال. يبقى الفلاح يزرع الارض قمح ورز، خضار وفاكهه وغيره وغيره وغيره. طب ايه كمان؟ الفلاح برضو بيربي الابقار وبيربي الدواجن. يعني ايه دواجن؟ يا ريتاليا نايمه. يعني ايه دواجن؟ اه، ايه الدواجن؟ الفراخ، البط، رز، طيور. خلاص، الدواجن اللي هي الفراخ. طب ليه بيربي الابقار والدواجن؟ بما تفسر. ليه بنربي الحاجات دي؟ لإنتاج البيض والألبان واللحوم. وممكن نقولها برضو لإنتاج اللحوم والألبان والبيض. يبقى تاني هفهم الدرس ده، مش محتاجة أحفظ كتير. أهمية لما أجي أقول لك هنا الزراعة مهمة جدا جدا جدا. هي مكتوبة بيقول لي يعد قطاع الزراعة إحدى الركائز، يعني حاجة مهمة أساسية لتقدم بلدنا. هي مهمة بالنسبة لنا ليه؟ أنا هفهم السؤال هعرف أجاوب. مهمة بالنسبة لنا لأنها بتوفر لنا الغذاء اللي بنحتاج إليه. مين اللي بيدينا الغذاء؟ الزراعة. تمام؟ ده سهل. طب الفلاحين بيشتغلوا في إيه؟ بيزرعوا الأرض. طب بيزرعوها إيه وإيه؟ أنا مدياك مثالين حاجات بناكلها كل يوم. يا هتاكل قمح يا هتاكل رز أو الرز، بس احنا بنقولها الأرز. ريتال أنت مش فايقة. بيربوا كمان الابقار والدواجن. طب ليه؟ بما تفسر. وده اسهل سؤال في الدرس كله. ليه الناس او الفلاحين بيربوا الابقار والدواجن؟ هقول له لانتاج اللحوم والالبان والبيض. مليكه كمان مش فايقه. طيب اداني مهنه تانية وقال لي ان هي مرتبطه بالزراعه. ايه المهنه التانية؟ الصيادون، شغلانه الصيادين. طب ممكن تكون مرتبطه بالزراعه عشان انا ممكن اصطاد سمك من نهر النيل، ممكن اصطاد سمك من الترعه، ممكن اربي سمك جوه حاجه اسمها مزارع سمكيه. شفت الرز لما بيزرعوه بيتزرع في ارض لازم الميه تكون عاليه، بيتسقي ميه كتير قوي. في ناس بتربي سمك في قلب مزارع الرز. خلاص. يبقى عشان كده ممكن يكونوا ربطوا الصيادين بالايه؟ بالزراعه، او مع الفلاحين وحطهم هما الاثنين في المهن المرتبطه بالزراعه. الصيادين بيشتغلوا في صيد الاسماك. هيصطادوا منين ومنين ومنين ومنين؟ البحر الاحمر
او البحر المتوسط، نهر النيل والترع. وحاجه جديده دلوقتي اسمها المزارع السمكيه. والمزارع السمكيه دي عباره عن احواض بنحط فيها ميه، بنجيب السمك صغنن ونحطه جواها وناكله ونشربه. هي دي المزارع السمكيه. يكبر نروح واخدينه واكلينه. تمام كده. المهن المرتبطه بالزراعه سهله ولا صعبه؟ سهله. بيقول لي بقى بتظهر هذه المهن مدى ارتباط الانسان بالطبيعه اللي حواليه. الراجل اللي بيزرع ده مرتبط بالارض اللي حواليه، صح؟ مرتبط بنهر النيل عشان هو محتاج ميه عذبه وتربه خصبه. طب اللي بيصطاد سمك سواء بيصطاد من اي مكان من دول، مرتبط برضه بالطبيعه او البيئه اللي حواليه. وبتاكد طبعا على اهميه التعاون. ينفع شخص واحد يزرع الارض لوحده؟ بيتعاونوا مع بعض. طب احنا قلنا الفلاحون ولا الفلاح؟ طب اللي هيصطاد لنا ينفع واحد بس يصطاد لنا سمك؟ لا، بنقول عليهم الايه؟ الصيادون او الصيادين عشان يكفوا الناس. فبنقول بتؤكد كمان اهميه التعاون. اي شغلانه في الدنيا لازم يبقى فيها تعاون. اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيها تعاون. هوقفكم انتوا الاثنين لو فضل ده الرياكشن بتاعكم. يلا نشوف المهن المرتبطه بالصناعه والتجاره. الصناعه والايه؟ والتجاره. بتساعد الصناعه والتجاره على تلبيه احتياجاتنا اليوميه. الصناعه ان ناس تجيب ماده خام، حاجه خام زي القطن، وتخش المصانع تتصنع. هتبقى ايه؟ هتتعمل ايه؟ القطن ده هنلبسه قطن زي ما هو ولا هنلبسه ملابس؟ ملابس، هنلبسه هدوم. واي حاجه بقى، جاكيت او غيره بقى. طيب مين اللي بيشتغلوا في الصناعه او في الخدمات؟ هقول لك. اللي بيشتغل في الصناعه والتجاره طبعا بيشتغل في الصناعه يا اما مهندسين يا اما عمال. اللي هيشتغل في الصناعه يا مهندس يا عامل. بيعملوا ايه؟ بيحولوا المواد الخام الى منتجات يسدوا بيها احتياجاتنا. زي ايه؟ القمح لما بيتزرع بيبقى سنابل، صح كده؟ هم بيمسكوه يحولوه لايه؟ لدقيق مثلا. طب القطن لما بيطلع من الارض بيبقى قطن حته على بعضها. لا، بيمسكوه ينسجوه الاول، يعملوه قماش، وبعد كده يعملوه هدوم عامه، جاكيت بقى، تيشيرت، بنطلون، طرحه، اي حاجه. تمام. فبيعملوا ايه؟ بيقوموا بتحويل الماده الخام الى منتجات. يبقى المهندسين والعمال ايه شغلانتهم؟ مع بعض يلا. يقومون بتحويل المواد الخام الى منتجات نستخدمها. حلوه قوي. هو احنا الحديد بنستخدمه زي ما هو؟ امال بيمسكوه يحولوه بقى، يا اما هنبني بيه، يا اما يعملوا منه باب، يا اما يعملوا منه ترابيزه، يا اما يعملوا منه عربيه. اي حاجه بقى، صناعات كتير قوي، امثله كتير. تمام. فبيديني امثله هنا على الحاجات اللي بيصنعها المهندسين او العمال. ملابس